وما ننساش طبعا شونة الغلال، المبنى ده بتصميمه الفريد كان مركز مهم جدا لتخزين القمح والعدس والشعير، وكان بيساعي حوالي 19 طن، وبعد كده بيتم إرسالهم مع قافلة الحجاج إلى مكة والمدينة عشان يتم توزيعهم على الفقراء هناك. والغلال دي كانت بتتجمع من وادي النيل وبتتنقل على 1000 جمل إلى القصير بحراسة قبائل العبابدة. وكمان مسجد الفران اللي بيعتبر واحد من أقدم المساجد وأهمها في المدينة القديمة. بس في حاجة مهمة أوي لازم تعرفوها عن القصير، إن المدينة دي شهدت تحولات رهيبة مع إنشاء الشركة الإيطالية للفوسفات سنة 1912. اتغير شكل القصير تماما، عمال كتير جم من الصعيد خصوصا من محافظة قنا عشان يشتغلوا في مناجم الفوسفات هناك، ده غير الأجانب اللي جم مع الشركة، بالإضافة لسكان الأصيل المدينة وهم قبائل العبابدة والبشرية. فبقت المدينة خليط ثقافي وبشري فريد من نوعه، وأهلها اتعلموا مهن جديدة غير الرعي والصيد وركوب البحر. متخيلين معايا كمية القصص والحكايات في كل شارع وكل بيت هنا؟ أنا عن نفسي كنت طاير من السعادة وأنا بكتشف كل ده.